انك تحب حاجه وتتعلمها وتحاول تطلع التطبيقات بتاعتها قدام عينيك، دي متعه كبيره جدا. علشان كده النهارده حابه احكي لكم على تجربه من تجاربي مع فرع من فروع علم النفس اللي بحبه جدا، وهو علم النفس الايجابي اللي اتعلمت منه كتير جدا على مدار السنين اللي فاتت. يلا بينا عشان احكي لكم قصه باختصار طالعه من طلعاتي، طلعت الايجابيه. الحكايه ابتدت وانا بدرس علم النفس الايجابي مع نموذج من النماذج المارتن سليجمان قالوا اسمه البيرما موديل. البيرما موديل ده نموذج بيتكلم عن السعاده المستدامه، وده بيستخدم في بيئه العمل للموظفين، وانا كنت مؤمنه بيه جدا وكنت بستخدمه فعلا في الشركه بتاعتي ومع الناس، وكان بيجيب رد فعل كويس قوي. بعدين في يوم من الايام فكرت ان انا اعمل ايفنت اسمه سحور نهاد فاروق، وده كان بيتكلم عن الانتربرينير وازاي نستارت اب مشروعات صغيره ونبتديها، وكان كل السيجمنت اللي موجوده او كل الناس الموجودين شباب جايين يعرفوا معلومات عن الانتربرينير. انا فكرت ان انا استخدم او اطبق التطبيق ده بحاجه جديده جوه السحور، واعمل الايفنت كله مبني على الفكره دي. فقررت ان انا من غير ما حد يعرف وانا ببنيه استخدم التكنيك واستخدم الحروف اللي هي مبني عليها البيرما موديل في السحور بتاعي. طيب النموذج بقى ده اللي انا طبقته كان بيقول ايه، وعملت منه اكتيفيتي جوه السحور. اول حاجه البي بيرما، اول حاجه البي بي بوزيتيف ايموشن، انه يكون في جو من البوزيتيف الايجابيه بين الناس اللي موجودين. طب تاني حاجه الاي الانجيجمنت، ان يكون في نوع من انواع المشاركه، عشان كده حطيت اكتيفيتي كلها فيها مشاركه وكلها فيها انجيجمنت بين الناس. طب تالت حرف كان الار الريليشن شيب، ان يكون في علاقات بين الناس اللي موجوده كلها، سواء هم جايين عارفين بعض او يتعرفوا على بعض، فكان لازم نعمل علاقات بينهم او نعمل اكتيفيتي تخلي في بينهم علاقات. طب رابع حرف الام المينينج، لازم الاكتيفيتي دي كلها يبقى لها معنى او نطلع في الاخر من كل اللي بيحصل ده بمعنى. خامس حرف هو الاي الاتشيفمنت الانجاز، كان لازم بعد ما نطلع المينينج ونعمل بوزيتيف ايموشن ونعمل ريليشن شيب والحاجات دي، ان احنا ننجز حاجه او نطلع حاجه. وبالظبط هي دي كل الحاجات اللي حصلت في السحور، لان احنا خلينا الناس تتعرف على بعض وعملنا اكتيفيتي الناس كلهم عملوا بيها علاقات، وخلينا في مشاركه وتواصل، وكمان طلعنا مشاريع لان هم كانوا اكتر من 140 حد انتربرينير وستارت اب، طلعوا 7 مشاريع، والسبع مشاريع دول كسب منهم 2، وكل ده حصل كل واحد طلع مشروع في نص ساعه تقريبا. ودي كانت حاجه كلنا انبسطنا بيها، وحطينا اكتيفيتي كمان في السحور والناس اتبسطت ولعبت، وكل ده هم عملوه من غير ما يحسوا انه مبني على التكنيك او النموذج بتاع البيرما موديل. وبعد ما خلصوا خالص واخدت الفيدباك بتاعتهم سالتهم وفهمتهم وعرفتهم ان ده نموذج انا استخدمته في البيزنس وفي الايفنت ده مبني على البيرما موديل من علم النفس الايجابي. بعد ما حكيت لكم القصه باختصار وازاي قدرت اربط البيزنس بعلم النفس الايجابي، ربنا رتب لي مقابله مع واحد من اشهر رواد العلم ده اللي اتعلمت منه كتير جدا من كتبه اللي كنت بقراها في علم النفس الايجابي. عشان كده كان لازم يكون موجود معانا النهارده في طلعه الايجابيه الدكتور شريف عرفة. تعالوا نشوف ايه توقعاته للطلعه النهارده. أنا رسام كاريكاتير وكاتب، أو خليها 3 كلمات: رسام كاريكاتير وكاتب. الواو حرف ما هياش ما هياش كلمة. السطر الأولاني هتكلم عن كوني رسام كاريكاتير، حاسس إن الكاريكاتير بيساعدني إن أنا أنتقد أوضاع قائمة، أو إن أنا على الأقل أرسم البسمة على وجه الناس، أو أخليهم ينظروا للأمور بنظرة ساخرة. السخرية دي في حد ذاتها شيء مفيد نفسيا، بيخلينا نتجاوز الكثير من الصعوبات اللي بنواجهها، على الأقل بتصغر حجم المشكلة الكبيرة عشان نقدر نتعامل معاها بعدين. فده بالنسبة للكاريكاتير. بالنسبة لعلم النفس الإيجابي والكتب والبرامج اللي بطلع فيها ومساهمتي في هذا المجال، يعني فبعتبر إنها خدت خطوة أبعد من فكرة السخرية، إن الكاريكاتير كأداة ما يقدرش يوصل لما هو بعد ذلك من حل هذه المشكلة بقى، إن أنا بقدم حلول، بقدم طرق تفكير معينة تخلينا على الأقل نحافظ على صحتنا النفسية بشكل يخلينا نعيش حياة أفضل، سواء نكون أسعد أو أنجح وأكثر إنتاجية في الحياة، ونحسن جودة الحياة بشكل عام. وفي نفس الوقت في حاجة جديدة بقى، حاجة اكسكلوسيف لحضراتكم بقى، السطر الثالث، إن أنا بكتب رواية حاليا. يعني حاسس إن الفن الروائي ممكن يوصل حاجات أكتر برضه، ممكن ما بيحققهاش الكاريكاتير ولا علم النفس الإيجابي. لا دي مفاجأة بقى. دي مفاجأة، لسه ما فيش اسم نهائي، بس يعني في 3 أسامي مبدئية كده بنستقر على اسم، وهتصدر قريبا إن شاء الله.
طلعت النهارده حاسس ان لقاء تلفزيوني كده لطيف وسط اصدقائي وقاعدين بنتكلم كده، المساله بسيطه يعني، مش حاسس ان هيبقى في حاجه مش مقلب يعني. هو مقلب، لا يكون مقلب. يعني الحمد لله، فهو لقاء لطيف يعني، فتمام ان شاء الله خير. لا، اهم حاجه في الطلعه دي ان وسط ناس متخصصين في مجالات قريبه من المجالات اللي انا بتكلم فيها، فالقعاد مع المتخصصين دايما بيطلع مننا كلنا حاجات جديده، يعني نوع من العصف الذهني او البرين ستورمنج، ان في اسئله معينه محدش يقدر يطرحها الا حد متخصص. في اسئله سطحيه عاديه كده، لكن احيانا بتوقع ان قعدتي مع حد بيكون متخصص بيطلع مننا احنا الاثنين افكار جديده. يلا بينا نخش طلع، يلا بينا نخش طلع.